بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. أصعب أنواع الخيانة والغدر هي اللي تجي من أقرب الناس لينا. السلام عليكم شيرات، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله راكم غاية ومهنيين وفرحانين نتوما وكاع العائلة تاعكم. كما راكم تشوفوا عاودت رجعت لكم بحكاية جديدة، وكالعادة حكاية نقية حقيقية وتوعوية من الدرجة الأولى. قبل ما نبداو الحكاية تاعنا بغيت نرحب بالمشتركات اللي انضموا للقناة جدد ونقول لكم مرحبا بكم، شرفتوني ونورتوني. ويلا شيرات نبداو الحكاية تاعنا على بركة الله. تقول صاحبة الحكاية: السلام عليكم، أنا زواوية من غرب الجزائر تحديدا، عمري 38 سنة، متزوجة وأم لزوج ولاد وزوجة عسكري متقاعد، أستاذة تربية إسلامية مستقلة، والآن ماكثة بالبيت. ومع الأسف مريضة بالوسواس القهري، ربي شافيني ويشافي كل مريض إن شاء الله. والحمد لله دعم زوجي وعجوزتي النفسي والمعنوي مخليني مرتاحة، لكن عمري ولا نسيت الغدر والخيانة اللي تعرضت لهم من أقرب إنسانة ليا. بسببها عشت أسوأ عام ونص في حياتي، وخسرت فيه أكثر حاجة تمنيتها وتعبت باش وصلت لها. عام 2017 كان بالنسبة لي كوشمار، لكن بين لي حقيقة الناس اللي كانوا دايرين بيا. ردوا بالكم، الثقة الزايدة ممكن تكلفكم الكثير. المهم بدأت حكايتي من أول يوم زدت فيه وخرجت للدنيا. ماتت أمه الله يرحمها وهي على فراش الولادة، على حساب شاقات لي جداتي ولدتني أمه في الدار، وبعد ولادة معسرة ماتت الله يرحمها. وهنا بويا عطاني لجداتي اللي هي أمي، وعاود الزواج بعد أقل من شهر على وفاة أمي، ومن ذاك النهار ما حوس عليا ما شافني. وبعد ما لحقت العمر 7 شهور هنا قررت جداتي باش تمدني لكنة أختها متزوجة وعندها أكثر من 18 سنة بدون أطفال. اداتني هذيك المرأة، رباتني، ومع مرور السنوات تعلقت بيا بزاف، وأنا كنت حاسبتها أمي الحقيقية. عمري ولا ظنيت هاد الإنسانة ما هيش أمها، كانت حنينة عليا بزاف، تقلع من روحها وتزيد فيا. وحتى راجلها اللي كان بالنسبة ليا بويا عمره ولا حسسني باللي أنا بشي بنته، بالعكس يبغيني ومقلشني، يشريلي، يحوس بيا، والحاجة اللي نتمناها تكون بين يديا. وقعدت عايشة معاهم على أساس أنا بنتهم الحقيقية، حتى اللي لحقت العمر 9 سنوات تقريبا. هنا وليت نستغرب، وكنت ذكية ما شاء الله، كيفاه عندي 2 جدات. كانت تقعد تضحك وتقول لي نورمال عندي 2 أمات، ومن بعد تقول لي والله ما عرفت كيفاه نفهمك. هنا قريب قرمدوني، راسي قريب حبس، شوالا عندك 2 أمات؟ حتى لوحد نهار جات جداتي الأولى اللي هي أمي الحقيقية، وجداتي الثانية اللي هي أمي اللي رباتني. كانوا مجمعين في الدار يشربوا في لاتاي ويضحكوا ويتحاكاو. رحت ليهم قلت لهم كيفاش انتي يا جداتي وهي جداتي؟ أما عندها 2 أمات. قعدوا يضحكوا وقالوا لي أروحي نفهموك، وحكاوا لي القصة كاملة، حكاوها لي بالضحك واللعب، كل ما كان والو. لكن أنا شوكيت، شوالا ماشي أمها الحقيقية، أمها ماتت. وقعدوا يحكوا لي في واحد التفاصيل جابوها لي على غفلة.
وقالوا لي باللي بوك الحقيقي راه عنده 4 ولاد وعايش في ولاية بعيدة. حاولت ننسى الموضوع ونعيش حياتي عادي، لكن وليت كل يوم نفكر كيفاه كانت أمه، كيفاه شكلها، كيفاه بويا داير. وكنت نروح عند جداتي الحقيقية بزاف ونقعد نسقسي فيها على أمه. وهنا كانت حكات لي قاع الشي اللي حكيتها لكم في بداية القصة، من نهار اللي تزوجت فيه أمه مع بويا حتى اللي ولدتني وماتت، وكيفاش رباتني جداتي ومن بعد مدتني الكنة أختها تربيني. وبعد ما عرفت الحقيقة انقلبت حياتي، كنت فرفوشة زهوانية نبغي الحياة، وليت حزينة. لكن أمي اللي رباتني ولات تبين لي باللي تبغيني وأنا عزيزة عليها، وهذا الشي ريحني. وليت نقرأ وحاطة راسي وبديت نحلم نولي معلمة تربية إسلامية كيما بتجارنا. وليت نراجع ونحفظ، وأمي وآبي كانوا يشجعوني. وبعد سنوات لحقت للسنة أولى ثانوي. الحاجة اللي عمري ولا توقعتها تصرى هي وفاة أمي اللي رباتني، ماتت الله يرحمها. وبعد وفاتها بأسبوع، أي كي تفركتوا قاع الناس العزايين وأخوة الدار، اداتني جداتي الحقيقية نقعد عندها باش نرتاح شوية وننسى اللي صرا، بالرغم من أنه كنت حزينة بزاف بزاف. فات شهر شهرين، وطبعا كنت نسقسي على بويا، وحتى هو كان يجي يشوفني. من بعد قال لي زواوية رجعي للدار، صايرة كي طولتي. وهذا اللي صرا، رجعت لدارنا. وبعد شهرين جات جداتي وجات عماتي اللي هما خاوت بويا اللي رباني، قالوا له صاي مرتك ماتت لازم تتزوج. قال لهم واه، وفعلا خطبوا له وزوجوه. ومع الأسف مرته كرهتني كره شديد ودارتني خدامة عندها، مغرف ما ترفدهاش، خصوصا لما ولات تتوحم، ولات تكرهني وحقدت عليا، ولات تقوله هذه مشي بنتك ما تقعدش عندنا. هنا كي شفتو ما ولاش يدافع عليا فهمت روحي وقررت نرجع نعيش عند جداتي الحقيقية. مع الأول ما تقبلتنيش كي هي كي خوالي، من بعد كي صابت روحها مجبرة لأنه أنا بنتها من لحمها ودمها بالصيف عليها تقبلتني، وبديت حياة جديدة معاهم. الكل كان يعاملني كضيفة غير مرغوب فيها، وحتى جداتي كانت تزقي عليا الحاجة اللي نديرها ما تعجبهاش. ونسى خوالي زوج كانوا يقولوا لي حرزي نلقاوك تدوري في الدار، قعدي في الشومبرة هذيك ما تخرجيش منها. الإنسانة الوحيدة اللي حسيتها فرحت بوجودي في ذيك الدار هي بنت خالي حورية، أكبر مني بعام. كانت تجي عندي للشومبرة وتجمع معايا تجيب لي قهوة، ومن بعد ولات تقول لي صاي راكي مولات الدار، راكي وحدة منا، راكي عايشة معانا، خرجي دوري هدري ضحكي ما تقعديش وحدك، وأنا راني معاك، من اليوم اعتبريني اختك اللي ما جابتهاش أمك. وفعلا بفضل حورية راح لي هذاك الشعور تاع أنا برانية وغير مرغوب فيها. ولفت بعد مرور أشهر وليت حاسة روحي واحدة منهم، بالرغم من قساوة نساخوالي وجداتي. كانوا النهار اللي ما يعايرونيش وما يزقوش عليا يسمعوني المعاني اللي ما نقدرش نتحملهم. وكل جمعة بدل ما نجي للدار ونريح ونحفظ يحطوا لي قنطار تعقش ويقولوا لي اديهم وغسليهم عند الحاسي. وكانت حورية تساعدني، أما أم حورية كانت كي تشوفني نحفظ ما يعجبهاش الحال،
لكن حورية كانت تشجعني باش نحفظ ونراجع أنا وياها. وكي كنت نقول لها حلمي نولي أستاذة تربية إسلامية، كانت تفرح وتقول لي تجي عليك خاطر شنتي ناس ملاح وقلبك أبيض نقي. وكانت تقول لي راني متمنية نولي طبيبة، زعما نقدر. كنت نقول لها وعلاش لا تقدري زيري روحك. كانت تقول لي القراية صعبت عليا وهذا العام راني نعاود. كنت نقول لها معليش زيري روحك وراني هنا أنا باش نعاونك. شوفي أنا بالرغم من أنه راني مغبونة نفسيا ومعنويا، بصح راني واقفة على حلمي لازم نحقه بأي شكل من الأشكال. وقعدنا على ذا الحال حتى اللي لحقت حورية للباك وما جابتوش، زادت عاوداتو معايا، أنا ربحتو وهي خسراتو للمرة الثانية وخرجت من القراية. حزنت حزن شديد لدرجة أنه أسبوع ما كلات ما شربت، وزادت عليها أمها ولا تتعايرها قدامي وتقولها شوفي زواوية ما عندها لا أب لا أم، ما نعرفوا تصيلتها منين، وجابته وانتي تخسري هي الجايحة، اقعدي في الدار والضرب الجفافة، أما لك زواوية تروح للجامعة. أنا كنت نصبرها ونقولها معليش هذا مكتوب ربي، الصبري يا أختي ما تعرفي قاع ربي كيفاش يعوضك. كانت تقول لي صح أنا حزنت من خسرت الباك، بصح والله لا فرحت لك من قلبي. واستمرت علاقتنا الوطيدة، كنت نعتبرها أختي اللي ما جابتهاش أمها. كنت نروح للجامعة وكي نرجع مرت خالي كانت تقول لي عجني الكسرة، خدي البن الصلحي الحوش وروحي زقي الماء. وكانت حورية تخلي امها تروح وتقول لي ريحي انا نعجن في بلاستك وانا نروح نجيب الماء، راكي عيانة وعندك حفاظة. وكنت انا وحورية اعز من الخواتات، مشي بنت الخال والعمة. والحمد لله كملت قرايتي ودخلت نقري ديريكت. وفي نفس العام هذا تلاقيت مع واحد من لافامي تاع أمه في عرس ولد خالي. في الحق أنا كنت نعرفه ملي كان صغير ومام هو يعرفني، كبر ولا عالسكري في الصحراء. وتم هدر معايا قال لي عجبتيني وراني باغي نبعث في الدار يجوا يخطبوا. قلت له قبل هذا الشي أنا راني قابلة بيك لكن عندي شرط. قال لي قولي شوالا الشرط تاعك؟ قلت له راني باغية نخدم بعد الزواج، ماشي كي نتزوج وتقول لي لا ما نبغيش المرأة اللي تخدم وما على باليش. قال لي راني قابل. قلت له الله غالب أنا تعبت وقريت باش نحقق حلمي. قال لي صاي وأنا راني معاك وندعمك. كي حكيت الحورية فرحت لي، جاو خطبوني وبعد أشهر قليلة تزوجنا ورحت نعيش في داري مع عجوزتي وشيخي وأخ زوجي صغير، هذاك الوقت كان في عمره 12-13 سنة. أما خاوت راجلي وخواتاته عنده أخته في فرنسا وخوه متزوج وساكن وحده. والحمد لله من أول يوم دخلت فيه لهذيك الدار حسيت باللي راني مع أهلي يبغوني ويحترموني وكيما نبغي ندير. أما زوجي قد ما نوصفه لكم ما نعطيش حقه، حسيت باللي ربي عوضني بيه وبقاع العائلة تاعو. وبعد زواجي بشهر رجعت نقري كالعادة، وكنت مرة على مرة نروح نزور جداتي وخوالي وبالخصوص حورية، كنت نتوحشها بزاف وتقريبا كنت نروح لهذيك الدار غير على جالها، وكنت نحكي لها على عيشتي مع زوجي اللي حاطني فوق راسه ومقلشني ويبغيني، وعلى شيخي وعجوزتي اللي دايريني كما بنتهم وأعز. وكنت مرة على مرة كي نخلص نعطي الحورية شوية دراهم ومرات نكسيها لأنه هي مشي خدامة قاعدة في الدار، وزيد أمها كانت تتعاملها أسوأ معاملة وما تعطيهاش دراهم وما تخليش بوها يعطيها، وكانت تحرشوا عليها يضربها. وين ما نتلاقى مع حورية تشكيلي من أمها.
بعد عامين على زواجي حملت وجبت ولد، وكان أجمل حاجة صارت في حياتي. وقعدت على ذا الحال حتى اللي لحقت العمر 29 سنة. هنا حملت للمرة الثانية، وفترة الحمل كانت صعيبة عليا بزاف. وبما أنه أنا كنت خدامة وعجوزتي هي اللي ربات لي ولدي الصغير، ما كنتش نبغي نزيد عليها ونتعبها. مثلا كي يكون عندي غسيل فراش ولا ملابس، كنت نعيط الحورية تجي تعاوني، وكنت نخلصها ونعطيها فوق حقها. فاتت فترة الحمل، ولدت وجبت ولد، وفي نفاسي جات حورية هي اللي قامت بيا، وفي الحقيقة رفدتني تعب الصح، كما تقول وحدة خير الناس عدوا ولا ردوا. وطبعا زوجي كان خدام. وبعد 3 شهور على ولادتي رجعت لخدمتي، وليت نخلي ولادي عند عجوزتي. بعد هذه الفترة وليت نحس حورية تغيرت، ولا تتغير من معاملة عجوزتي ليا. تقول لي عجوزتك باينة واعرة، النار تحت التبن. نقولها علاه راكي تقولي هكا؟ عجوزتي ناس ملاح. تقول لي غير تبالك، لو كان ما شافتكش خدامة وتدخلي الدراهم وتعاوني ولدها والله ما تشد لك ولادك. كانت تقول لي هاد الهضرة خاطر راجلي كان داير لاديان، وانا كنت نعاونو في دفع الشطور. وحتى راجلي ولا تتحرشني عليه وتقول لي زعما راجلك ما راش داير رايو غادي؟ قلت لها لا، راجلي يبغيني وما يبدلنيش، وديجا راجلي ناس ملاح ويخاف ربي، خاطيه هاد الصوالح. ولا تتوسوسني وتقول لي امال علاش ما بغاش يديك معاه وين ما يروح؟ كنت نقول لها خاطرش انا خدامه هنايا ووالفت مكان العمل تاعي، علاش نروح معاه ونغبن روحي ونغبن ولادي؟ ياك راني هانيه وعجوزتي معاونتني. وحقيقه وليت نتوسوس وما نبين لهاش، وكل ما يجي راجلي ندابز معاه، مرات يروح زعفان. ومع الوقت اكتشفت باللي مرت خالي تعاير حورية وتقول لها انتي خدامة تاع زواوية، وزواوية لالاك راهي خدامة أستاذة ومتزوجة وعندها أولاد والسكنة قريب يعطوها لها، وانتي قعدي هنايا تاكلي عليا نصرف عليك ونعيشك، روحي تزوجي كي لياتك. وهاد الهضرة جابوها لي بنات خالي وبنات لافامي تاوعنا. كي سمعت هاد الهضرة شفتني حورية وعرفت باللي راهم ضاغطين عليها، وليت نحن عليها ونديرها كيما اختي اللي ما جابتهاش امك كل مرة. الصدمة واش دارت لي وكيفاش غدرتني ورجعت لي الخير شر وعيشتني أسوأ عامين في حياتي. واحد النهار كان عرس بنت خالي الصغيرة اللي هي أخت حورية، وهذا كان في عام 2017 بالضبط شهر مارس. جات عندي حورية وحكات لي، قالت لي رانا نوجدوا للعرس وما شريت لخواتاتي وانا ما شريت ليش، وحقرتني وعايرتني باللي قاع خواتاتي تزوجوا انا بقيت بايره، سمحوا لي على هذه الكلمه. وقالت لي راكي تعرفي انا اختها الكبيره وراح نكون مشغوله بزاف نهار الفاتحه، نسربي نحط ونوقف مع اختي، على بيها جيت عندك اليوم. زواويه اختي حمبوك، خاصني بدعيه وصابو، بدعيه خفيفه نلبسها راكي تعرفي غادي ندور بيها نسربي بيها كما قلت لك. قلت لها صحه. رحت للخزانه تاعي وجبت 500 ألف، قلت لها هاكي اشري بدعيه شابه وصابو بصحتك. هنا شافت فيا وقالت لي خسارة عليك، ما قلت لكش اعطيني دراهم، قلت لك سلفي لي بدعية وصابو غير نفوت بهم العرس نردهم لك، والله لو كان عندي والله ما نجي ونقول لك، بصح انا امه حقرتني. قلت لها والله ما عندي بدعية القيمة، وقاع اللي عندي لابستهم وقدم، راكي تعرفي انا خاطيني العراس والعرضات. قالت لي معليش اعطيني بدعيه من بدعياتك القدم وصابو ولا شانقله، يا قلت لك راح نقضي بيهم ما غاديش نتبرز بيهم، قصدها زعما نتصدر.
قلت لها صحة. ورحت للخزانة وقلت لها شوفي، كاينة هادي وكاينة هادي وكاينة هادي. طلقت عينها على بدعية حمراء شابة وعزيزة عليا، وكل مناسبة سعيدة في الدار نلبسها. قلت لها صحة، ما يكون غير خاطرك. عطيت لها البدعية وزدت عطيتها صابو من صابوياتي اللي نلبسهم تقريبا يوميا. فرحت بيهم بزاف بزاف، كل عطيتها ملابس جديدة وقالت لي ربي يحفظك زواوية، غير نكمل العرس نرجعهم لك. قلت لها لا لا، اديهم بصحتك. نهار الفاتحة لا غالب كنت خدامة، ما حضرتش وما شتهاش لا لبستهم ولا لا. الحق نهار الخميس اللي يدو فيه العروسة، غير خرجت من المدرسة رحت لداري، بدلت لولادي ورحت ديركت للعرس أنا وعجوزتي. فات العرس علامة وكل واحد رجع لدارو واستمرت حياتي عادي. الصدمة بعد العرس تقريبا بشهرين بديت نتقلق بزاف بزاف، وليت نتوسوس من أتفه الأمور ونشك في أي حاجة، في الخدمة، في الدار، مع عجوزتي، وخصوصا مع زوجي. وليت نشك باللي راه يخون فيا وممكن راه متزوج قاع. كل ما يجي للدار نهبله حتى ولا يكره وما يبغيش يجي للدار. وفي المدرسة ندابز مع المدير مع الأساتذة، كانوا مصدومين فيا، زواوية العاقلة اللي قاع يبغوها تولي هكا. من بعد وليت نمرض ونطيح فراش، شعري يطيح، وجهي كحل، نرجف. كي يدوني للسبيطار يقولوا لهم ما عندها والو، التحاليل وأشعة الرنين خرجوا صافيين. وبسبب المرض ونقص الأكل والأعصاب والقلق نقصت 20 كيلو في 7 شهور. وطبعا كرهت الخدمة كره شديد وقدمت استقالتي، بالرغم من أنه عيوا فيا. خودي إجازة منا، قلت لهم والو، ما رانيش باغية نخدم. وقعدت في الدار غير خايفة ومرعوبة، وطلبت الطلاق من زوجي شعال من مرة، لكن هو رفض، بالرغم من أنه ما كنتش عارفة وين نروح. وكانت عجوزتي وشيخي واقفين معايا وكانوا متأكدين باللي يراني مسحورة ولا عين، وكانوا يرقولي. ومع الأسف ما كنتش نبغي نروح نرقي، مرات كنت نهرب لهم، ما نتحملش الرقية. أما حورية كانت كي تجي عندي تواسيني وتقول لي الصبري وفترة وتفوت ومنا. الصدمة بعد 1.5 عام، أي بعد ما شفت الويل، مرضت، انقصت ب20 كيلو، كرهت راجلي وطلبت الطلاق شعال من مرة، استقلت من خدمتي، سمحت في ولادي مزيان اللي عجوزتي اعتنت بيهم. اكتشفت السبب الحقيقي وراء الشيء اللي صرالي. واحد النهار كنت مجمعة في الكوزينة مع عجوزتي، وراجلي كان مجمع في الشومبرة مع ولادو. جا حماية الصغير يجري من الشومبرة تاعو ويعيط لخوه، حكيم حكيم اروح تشوف. قال له شوف، وراله تصويرة في الفيسبوك. قال له هذه مشي البدعية تاع زواوية؟ قال له واه، هذه البدعية تاع زواوية والصابو شراهم يديروا في الفيسبوك؟ قال له هذو جمعية متطوعين، كل مرة ينظفوا مقبرة من المقابر، وهذه المرة نظفوا المقبرة الفلانية، وهذه المقبرة جاية بعيدة علينا. المهم بينما هما ينظفوا لقاو البدعية والصابو تاع زواوية مردومين تما. كي ورالي البدعية تشوكيت، هذه بدعيتي الحمراء، الصابو تاعي اللي مديتهم الحورية. هنا وليت نرجع في الأحداث والهضرة اللي كانت تقولها لي زواوية، عرفت باللي هي سبابي. طبعا خبرت راجلي وعجوزتي وقاع اللي كانوا تما، قلت لهم سلفتها الحورية ومنا تشوكاو. راجلي خلع، قال لي زواوية تبان عاقلة ومنا. ومن بعد قال لي شكي بيها. قلت له لا، ما نشكي بيها ما والو، نشكي بيها ربي سبحانه. اديت الصورة ورحت ليها،
غير شافت الصورة وجهها كحال، قالت لي شوالا هذا؟ قلت لها انتي قولي لي. وهنا نكرت قالت لي والله ما درت لك والو، واصلا البدعيه والصابو ما لبستهمش، سرقوهم لي في العرس قبل ما نلبسهم. قلت لها على ما قلتي ليش؟ قالت لي غير ما جاتش الفرصه، ولات انا خاطيني ومنا. خرجت وبديت مرحله الرقيه الشرعيه، والحمد لله تحسنت من جهه راجلي، ما وليتش نكرهه، وحتى وزني ولا يرجع كيما كان. لكن الوسواس القهري ما بغاش يروح، مرات يجوني نوبات مفاجئة ما نقدرش نوصف لكم الموقف. والحمد لله دعم زوجي النفسي والمعنوي خلاني نرتاح، وقبل عامين رحلت لداري الجديدة وما زالني مع الرقية الشرعية. الحاجة اللي غادي نأكدها لكم أنه حورية هي اللي دارت لي هذا السحر. غادي تقولوا لي الدليل من جبتيه؟ دوك نقول لكم. كاينه بنت من العائله قالت باللي حوريه كي شافت زواويه مريضه قالت لهم زواويه غادي تموت وانا اللي نربي ولادها، وهنا حكموا. نهاية الحكاية تاع اليوم، بلا ما نطول عليكم خواتاتي نقول لكم تهلاو في رواحكم، تبخلوش عليا بذاك الجام. إلى اللقاء.